هل حازم عاد إلى القاهرة لبدء قنوات اتصال شرعية ما بين الفيصلي والزمالك، أم أنه عاد إلى القاهرة لاستكمال بعض الأوراق والعودة مرة أخرى إلى الفيصلي؟ وإذا كانت هناك قنوات شرعية، مين اللي هيبدأ الاتصال من خلال قناة شرعية يا فندم؟ لا شوف، يعني أنا تلقيت اتصال من أحد الأعزاء من نادي الزمالك. نعم. و يعني أشكرهم على المبادرة. نعم. الخير هذا غير مستغرب على شكاوى الزمالك. نعم. وبالعكس أنا رحبت فيها طبعا، لأن مهما كان يعني الكابتن حازم خدم نادي الزمالك 3 أيام حوالي 16 سنة، ويعني يعني رغبة منا بتسوية الأمور إن شاء الله. فوضنا السيد شريف مشاهد الجلوس مع على شكاوى نادي الزمالك، ويعني لابد ما يعني نضع حل سريع للموضوع هذا. يعني في مندوب من عندكم موجود الآن في القاهرة للتفاوض مع نادي الزمالك للحصول على استغناء بشكل شرعي ودفع المقابل المادي لنادي الزمالك، ومن ثم انضمام حازم امام الى نادي الفيصلي. ممكن يعني في عده حلول ان شاء الله، يعني نصل الى هذا. كل الاخوه في نادي الزمالك مرنين ان شاء الله بشكل. طب قول لي هي ما هي الحلول؟ يعني عده حلول، ابرزها ايه يا فندم؟ يعني ابرزها هو انتقال لنادي الفيصلي، يعني مقابل يعني حفاظا على العلاقات بين الاداء، وحفاظا على سمعه الزمالك وسمعه الفيصلي ايضا. يعني وعدم الدخول في يعني اروقه الفيفا والاتحاد الدولي. ويعني انت عارف اللاعب مهما كان هو انسان ونفسيه، قبل ما يكون يعني لاعب هو اخونا وولدنا. اكيد. طيب هل ده حل لقيت حضرتك استجابه من الزمالك؟ وهل اتكلمتوا في مبالغ ماديه يا فندم بالارقام؟ بالعكس انا يعني وجدت يعني استجابه كبيره من الاخ نصر الدين عزام اللي كلمني، وانا جلست مع اخر. وبالعكس انا ارحب دائما بتسويه الامور حبايب يعني. واضح طبعا، لكنه هل عرضتوا مقابل مادي معين على نادي الزمالك؟ والله انا يعني ممكن يكون تسويه الامور ان شاء الله بدون الدخول في نظام مش مهم التفاصيل، لكنه عرضتوا مبلغ والزمالك ابدى موافقه مبدئيه او طلب انه يزودوا شويه، او انتوا طلبتوا تخفضوه شويه مثلا؟ طبعا هيكون في اكيد يعني تسويه وارضاء نادي الزمالك وارضاء نادي الفيصل ان شاء الله. طب اذا وصل حازم لترضيه مع نادي الزمالك، قال له تقعد ويحل ازماته معاه، هل هيبقى حازم امام قاعد في القاهره ويعني يغلق باب المفاوضات بينكم وبين حازم امام؟ لا انا جلست مع سيد محمد امام والد حازم ومدير عمال، وايضا مع اللاعب، بحيث يعني نضع حل لتسوية الامور. وجدت ترحيب منهم، فان شاء الله بدأت خير ان شاء الله. ممكن ان شاء الله. تتوقع امتى عودة حازم الى السعودية من جديد؟ ان شاء الله يوم الجمعة، حسب الاتفاق معي يوم الجمعة ان شاء الله. حيكون ان شاء الله الساعة 8 مساء موجود فيه. طب ازاي يرجع يوم الجمعة ولسه ما انهيتوش المفاوضات والمقابل المادي لنادي الزمالك والاتفاق على كل الاجراءات؟ طبعا لان الموقع اصلا مع الفيصلي، الموقع هذا وعقود الان، بس انه احنا رجعنا يعني رفع العقود والدخول في هذا اقناع اللاعب سحب المطاوى، يعني مطالبه بفك العقد وتسويه الامور بين الناديين. هل حصل حازم على مقدم التوقيع يا فندم من عندكم؟ والله ان شاء الله يبغى يحصل حسب الاتفاق ان شاء الله. سيد فهد المدلك رئيس نادي الفيصلي السعودي، اشكرك شكرا جزيلا. هروح لفاصل.